أما الفيلم الخامس والأخير معانا هو فيلم همام في أمستردام، إنتاج 1999 وعدى عليه 24 سنة. الفيلم من إخراج سعيد حامد، وثنائية سعيد حامد وهنيدي بصراحة من أكتر الثنائيات اللي بيطلع من وراها نتيجة حلوة جدا جدا جدا. الفيلم من تأليف مدحت العدل. همام في أمستردام إيد لوحدها ما تسقفش، والمقولة دي اتبنى عليها الفيلم. هقول لك إزاي. الفيلم ده من أقوى الأفلام اللي ليها قصة ومضمون، قصة نجاح ملهمة، وعلى المدى البعيد بقى هو ده الضروري في حياتنا الحالية. همام اللي سعى ووصل، اللي صدق حلمه وما هموش إحباط ولا تريقة السقة ولا الناس شايفاه إزاي. اللي حاليا بنشوف نماذج من فيلم همام في حياتنا زي صلاح مثلا أو زي ويجز. وأنا هنا بستشهد بويجز كقصة نجاح بعيدا عن المحتوى اللي بيقدمه خالص، لما قال الأحلام مجانا وأنا حلمت أكون أمير، وهمام قال طول ما الشمس بتطلع لازم نحلم يا طه. ويجز حلم وصدق حلمه، همام سعى وأصر على حلمه، وصلاح كان طموحه عالي، ونتيجة التلاتة وصول للهدف المطلوب.